من كنا صغار معلميننا وآبائنا كانوا يقولون لنا ذاكروا، بس ما حد فيهم قال لنا كيف نذاكر أو إيش هي أحسن طريقة للمذاكرة. هنا هنقول لكم على 5 من طرق المذاكرة المثبتة علميا إنها تخليك تحتفظ بالمعلومة في عقلك أطول وقت ممكن. أول طريقة هي طريقة بومودورو. بومودورو بالإيطالية يعني طماطم. إيش هي طريقة الطماطم؟ إنك تقسم وقت المذاكرة إلى 25 دقيقة تركيز ومذاكرة، بعدها 5 دقائق راحة، وبعدها 25 دقيقة مذاكرة و5 دقائق راحة، بعدها 25 دقيقة مذاكرة و5 دقائق راحة، وبعدها 25 دقيقة مذاكرة. شوف كده خلصنا 4 فترات مذاكرة، صرنا نكافئ نفسنا بنص ساعة راحة، وبعدها نرجع نعيد الدورة. هذه الطريقة أحسن بكثير من جلوسك ساعات متصلة بدون استراحة. طريقة بومودورو تساعدك على التركيز، وحتستغرب من كمية الأشياء اللي تقدر تسويها في 25 دقيقة بتركيز. جربها. وعشان تنجح طريقة بومودورو لازم بداية كل فترة تركز، تحدد هدفك، تحدد بالضبط إيش تبغى تعمل. يعني تقول مثلا أبغى أحل 5 مسائل، أو أبغى أذاكر 4 صفحات، أو أبغى أحل ورقتي عمل. لا تخلي الموضوع عام، لا تقول أبغى أذاكر وخلاص، لا، لازم تكون محدد، 5 مسائل 4 صفحات وهكذا. طيب وإذا ما خلصت الهدف في 25 دقيقة أوقف بالضبط عند 25، لا تزيد عنها، وخذ 5 دقائق راحة، وكمل في الفترة اللي بعدها، ويصير تعرف قدرتك أكثر، والمرة الجاية تحط هدف تقدر تخلصه في 25 دقيقة. طيب قسمنا وقتنا بطريقة البومودورو، حددنا هدف الفترة، دخلنا فيها، وبعدين كيف نذاكر؟ أحسن طريقة للمذاكرة إنك تذاكر عشان تشرح لغيرك. أول ما تبدأ في المذاكرة تخيل واحد من أصحابك يكون في نفس مستواك أو أقل، وذاكر بهدف إنك تشرح له. جربها، تلاقي نفسك وانت تذاكر تتخيل صاحبك يسألك من فين هذه جات؟ ليش عملنا كذا؟ ما فهمت هذه. الأسئلة هذه كلها حتلاقيها ساعدتك إنك تركز وخلتك تفهم المادة اللي بتذاكرها أكثر. واحدة من أسوأ الطرق للدراسة والتعلم اللي عملها أغلب الطلاب هي القراءة وإعادة القراءة، وهي أنك تقرأ الدرس لأول مرة، تستعمل الهايلايت على بعض النصوص، وبعدين عند المراجعة تعيد قراءة نفس النص أو تعيد قراءة الأشياء اللي حددتها. هذه أسوأ طريقة للمذاكرة على الإطلاق. ليش هذه الطريقة سيئة؟ لأنك لما تقرأ الدرس للمرة الثانية حتشوف الأجزاء اللي أنت مخطط عليها أو عمل لها هايلايت، تفتكرها، تقول لنفسك النقطة هذه أيوة أنا فاهمها، بس أنت في الحقيقة مو فاهمها، هي مألوفة بالنسبة لك. وفرق بين أنه تكون النقطة مفهومة وإنها تكون مألوفة. لما تكون مفهومة صرت تقدر تجيبها من مخك في أي وقت تحتاجها، تقدر تستخدمها مع معلومات ثانية، تصير ملكك. لكن لما تكون مألوفة يصير أنت عارف إنها موجودة، لو شفتها حتفتكرها مرة ثانية، لو أحد فكرك بيها حتفتكرها، لكنها ما صارت ملكك، ما تقدر تفتكرها من نفسك لو احتجتها. هذه الطريقة بالذات هي السبب اللي يخلي بعضنا يقعد يذاكر ساعات ويظن إنه فاهم كل شيء، لكن يوصل الاختبار يلاقي كل شيء يتبخر من مخه. طب إيش الحل هنا؟ الحل إنك في المراجعة تستخدم الأسئلة، يعني بدل ما تعيد قراءة الكتاب حل أسئلة عليه، سواء الأسئلة اللي في الكتاب أو أسئلة المراجعة أو أسئلة أنت تكون وضعتها لنفسك وأنت بتقرأ أول مرة. طريقة ثانية عشان تتأكد أن المادة مفهومة لك مو بس مألوفة، إنك تشرحها لأحد ثاني. فاكر صاحبك اللي حطيته في راسك وأنت تذاكر؟ هنا أشرح له المادة وتخيله يسألك عليها وجاوب على أسئلته. وآخر أهم نصيحة هي إنك تنام. حكاية السهر طول الليل عشان تذاكر أبدا ما تفيد. خلينا أشرح لك ليش. عشان تتعلم حاجة تمر ب3 مراحل: الاكتساب، الدمج، التذكر. الاكتساب هو لما تتعلم حاجة جديدة، تقرأ معلومة جديدة، أحد يقول لك على معلومة جديدة، وهذه المرحلة اللي عملناها بومودورو، وتخيلنا صاحبك عشان تشرح له وذاكرنا بالأسئلة، هذا كله. والتذكر هو اللي يحصل لما أحد يسألك سؤال وتجاوب عليه في الاختبار مثلا. طيب والدمج؟ الدمج هذا ممكن نفهمه إنه عملية هضم المعلومات، إن المعلومات تدخل المخ وتتخزن في الذاكرة الطويلة الأمد، إن المعلومات والمفاهيم ترتبط بمعلومات ومفاهيم أخرى وتثبت في مخك. طيب وهذا الدمج متى يصير؟ يصير وانت نايم، ونوم عميق كمان، النوم اللي تحلم فيه، مو نوم أبو ساعة. طيب ولو ما نمت؟ يصير كل اللي اكتسبته من معلومات حيبقى في الذاكرة قصيرة الأمد، يعني حتفتكره مدة بسيطة بس وحيطير من مخك، حيكون شيء سطحي. بس
هذه أهم طرق عشان تحسن من مستواك. لو طبقت 2 أو 3 منهم بس هتشوف تطور كبير جدا في مستواك الدراسي. قد سمعت عن أحد هذه